النهارده الجو ساقع جدا، تلج، وضغط الكاوتشات بتاعت العربية واطية، فاحنا معانا جهاز اللي هو بيظبط الضغط بتاع العجل، عشان امبارح كان الجو ساقع والنهارده الجو ساقع فالعجل بيريح. بس الفيديو ده هو هيبقى فلوج عادي، بس في نفس الوقت هو فيديو مهم جدا للناس اللي متجوزة اجانب، اللي هم حاليا في انجلترا، او متجوزين عموما اللي هم جايين على السباوس فيزا، اذا كانوا متجوزين اجانب او حتى مصريين بس جايين على فيزا سباوس فيزا. اول اقامة ليك بتبقى بحوالي 2.5 او 2.9 شهور. انا اقامتي كانت بسنتين و9 شهور. انا بقالي اكتر من شهر مقدم على التجديد بتاعي، قدمت يوم 28/10 والنهارده 2/12، والتجديد بتاعي الاقامه الجديده بتاعتي لسه ما جاتش. الاقامه دي اللي معايا دي المنتهيه بقى لها حوالي 10 ايام من يوم 22/11 وهي منتهيه. فانا مش قاعد في البلد بشكل غير قانوني، انا بالعكس انا قاعد في البلد لغايه دلوقتي بشكل قانوني، لانك انت اصلا بتقدم قبل ما الفيزا دي تخلص بشهر، 28 يوم مش شهر كمان. فقبل ما الفيزا دي تخلص ب 28 يوم انت تقدر تقدم على التجديد، والتجديد بياخد له حوالي شهرين او شهرين ونص بالكتير قوي يعني. فانت في الفتره دي لما بتيجي تقدم على التجديد هما بيدوك مهله ان انت تبقى قاعد في البلد عادي وتشتغل عادي. ان انا كنت خايف من حته اللي في الشغل اللي هم يرفضوني، بس طبعا هيبقى غصب عنهم، ان انا معيش احقيه الشغل او حاجه زي كده، او ان انا ماليش حق الاقامه في البلد. طلع اللي فيه زي قانون كده موجود، او الحكومه بتديك مهله كام شهر لغايه ما يجي لك رد منهم بتجديد الاقامه بتاعتك. فانا بقالي اسبوع قاعد في البلد من غير اقامه، مستني الاقامه الجديده، وفي الشغل مستنيين الاقامه الجديده علشان هم عايزين الاقامه الجديده قبل ما الميعاد يخلص، او الفتره اللي انا اخدها من الحكومه تخلص، علشان افضل شغال معاهم لان هم محتاجيني في الشغل. فانا معايا لغايه اخر شهر 12. الحكومه قايله لي المفروض يجي لي رد، يعني هم حاطين ميعاد اللي هو مش هيتاخر على يوم 20/12 والنهارده يوم 2/12، فانا معايا حوالي 18 يوم. انا تعبان جدا يا جماعه، انا مناخيري مش حاسس بيها، درجه الحراره -1 والجو وحش قوي. طبعا انا بعمل فيديو مهم دلوقتي، انا في مزرعه حاليا، والفيديو عن السيزونال وركر فيزا اللي هو العماله الموسميه في انجلترا. فلو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده انصحك وبشده ان انت تدخل تتفرج عليه، هيظهر هنا او هنا. الحمد لله الاقامه جت النهارده. انا بقالي حوالي 3 ايام تعبان عيان جدا، ما قدرتش اعمل اي فيديوهات. جالي ايميل امبارح اللي انا اتقبلت في الاقامه، والاقامه هتبقى جايه لي في السكه، والنهارده جات لي، وهي دي الاقامه الجديده. هي مش عارف، هي في حاجه غريبه في الإقامة المفروض هتنتهي السنة الجاية. الصراحة مش فاهم في ايه ليه هي هتنتهي السنة الجاية، مع انها المفروض تبقى 2.5 سنين، بس مش عارف ليه الصراحة. بس هي يعني هتنتهي في شهر 12/24 اللي هو سنة وشهر، هتنتهي كمان سنة وشهر. فمش عارف الصراحة ايه حكاية الإقامة دي. ففي الفيديو ده طبعا هتكلم معاكم، يعني هحاول ابحث واحاول اشوف هي ليه بسنه. المفروض هي بتبقى ب2.5 سنين، فهي جايه لي بسنه. فدي حاجه غريبه جدا، لان المفروض اول فيزا بتبقى 2.5 سنين او 2.9 شهور، وتاني فيزا زيها زي اول واحده. فدي كده في حاجه غلط، فهسيبكم دلوقتي وارجع لكم بقى كمان شويه لغايه ما اشوف حكايه الاقامه الجديده دي. الإقامة طلعت هي 2.5 سنين، بس اللي مكتوب على كارت الإقامة ذات نفسه هي سنة واحدة، وده بسبب إن هما في سنة 25 هيخلوا الإقامات كلها أونلاين، يعني مش هيبقى معايا كارت إقامة في إيدي. وهما كانوا قايلين كده في الجواب اللي جالي، كان فيه ورقة مكتوب فيها كده، بس أنا طبعا علشان مصري وما بقراش أي ورق فما قريتش الجواب. لما دخلت أونلاين بقى بعد كده لقيت الكلام ده موجود، وبعد كده لما مراتي مسكت الورقة وقريتها لقيت الكلام ده مكتوب في الجواب عادي. فلو انت بتجدد وجات لك الإقامة بسنة أو أقل، خليك عارف اللي هو في أول سنة 25 الإقامات كلها هتبقى أونلاين. أنا مش عارف بقى هتبقى إزاي أونلاين وهتسافر إزاي وبتاع والكلام ده، هنعرف بقى إيه في سنة 25. فإحنا حاليا خارجين. إيه رأيكم في النضارة دي؟ شياكة صح؟ طول عمري طبعا هروح البوست اوفيس دلوقتي علشان جالة غرامة للعربية، كنت سايق بسرعة عالية شوية.
بس المرة دي يعني الغرامة بتاعتي أنا في فورم كده الحكومة بعتتها لي، أو البوليس هو اللي بعتها مش الحكومة كمان. هروح أملاها وهرجع الفورم للبوليس اللي هي الورقة دي. وهي أصلا الغرامة يعني كنت ماشي على طريق حوالي 70، يعني هو الطريق 70 ميل في الساعة، وأنا كنت بمشي 61، يعني أصلا أقل من السرعة القانونية. بس تقريبا الوقت ده كان في زي مثلا حادثة ولا حاجة، أو كان الدنيا زحمة، فهم كانوا في زي شاشات كده وانت سايق بتلاقيها. ساعات بينزلوا السرعة ل60 أو 50 أو 40 كمان. فأنا تقريبا كنت شايف السرعة 60 وكنت ماشي على 61، فهم بيقولوا كانت السرعة 50. فأنا مش عارف وما عنديش كاميرا في العربية كانت مصورة الحاجات دي. هدفع غرامة محترمة، لسه مش عارف كام بس هدفع غرامة. فخليني أروح على البوست أوفيس. أنا دلوقتي رايح على البوست أوفيس، كان في واحدة جنبي هنا بس لقيتها قافلة، ففي واحدة تانية هروحها. المهم لو أنت عايز تقدم على التجديد أنت ممكن تقدم عليه بنفسك، مش محتاج محامي. هي بس أول مرة بتبقى محتاج محامي علشان بتبقى صعبة شوية، بس تاني واحدة بتبقى أسهل بكتير. ممكن تدخل أصلا من دلوقتي اللي انت تحضر جزء من الابليكيشن، اللي انت تملى الابليكيشن بس جزء منه مش كله. فهو الموضوع سهل جدا، تقدر تقدم على الابليكيشن 28 يوم قبل ما الفيزا بتاعتك تنتهي. فانت معاك 28 يوم تقدم على تجديد الاقامه بتاعتك قبل ما الاقامه القديمه بتاعتك تنتهي. فزي ما قلت لك انت ممكن تبدا من دلوقتي انك تملى جزء من الابليكيشن، وهو الاوراق كلها والحاجات المطلوبه حاجات سهله جدا. هو كاتب لك الحاجات اللي هو محتاجها وانت بتقول انا معايا الحاجات دي، انا معايا الحاجه دي، وبعد كده الاوراق كلها اللي انت قلت اللي هي معاك بتعملها PDF وبتحطها على الابليكيشن. معظم الحاجات المطلوبه اللي انت جبتها في اول فيزا ليك اللي هي بتاعت السباوس فيزا، زي المرتب بتاعك يبقى 18600، تجيب باي سليبس 6 شهور وبنك ستيتمنت وحاجات زي كده. فهي الحاجات كلها سهله جدا. ومثلا العقد العمل بتاعك اللي هو الكونتراكت بتاعك مع المكان اللي انت شغال فيه، اللي يثبت ان انت شغال معاهم وبتشتغل كام ساعه وبتقبض قد ايه والحاجات دي. فهو الموضوع يعني سهل، ما فيهوش اي حاجه صعبه. الصراحه مش انا اللي قدمت، مراتي هي اللي قدمت، سبتها هي تعيش مع الحاجات دي. هي بس قالت لي انا عايز الاوراق دي فروحت جبتها. فالموضوع سهل جدا وصعب اللي انت برضه تترفض فيها. التعديلات اللي هتحصل اللي هم كانوا قايلين عليها اللي هي هتحصل اللي هو المرتب بقى المبلغ اللي هم عايزينه واللي انت تكون بتقبضه 38 او 34 الف في السنه. ده للناس اللي هتيجي بعدين، يعني حتى الناس اللي هتقدم دلوقتي على سباوس فيزا بس لسه القوانين القديمة دول، لما هيجوا هيفضلوا على القوانين القديمة زي ما هم قالوا. لما القانون الجديد يتم، الناس بقى اللي هتيجي بقى من مصر على القوانين الجديدة هي دي اللي هنتبع عليها القوانين الجديدة بتاعت سباوس فيزا اللي هي بتاعت أول مرة وبتاعت التجديد. بس طالما انت دخلت بريطانيا على القوانين القديمة، لما هتيجي تجدد هتجدد على القوانين القديمة، لان هم قالوا مش عايزين العائلات تتفكك والكلام ده كله. فالناس اللي جت على القوانين القديمة هتبقى ماشية على القوانين القديمة، والله اعلم. لقيت نفسك متلخبط في اي حاجة، معاك موقع الحكومة ممكن تدخل تشوف ايه هي المتطلبات، وزي ما قلت لك في الابليكيشن هيبقوا كاتبين كل اللي هم عايزينه. في حاجة وقفت معاك ادخل كلمنا على الانستجرام وهرد عليك ان شاء الله. الواحد بقى بدأ يتقل علشان الساعة دي الواحد مش قادر. طبعا دي مدافن شبه عندنا في مصر كده، بتلاقي حتة كلها رمل وبتاع. لا، بتلاقي المدافن هنا نزيهة بس ما بتلاقيش حد جوه، مش بوزعوا قرص. لازم بقى نعلمهم من الثقافة دي. Hello. I just want to post this with proof of postage. في ناس الفترة دي بتسألني اللي انا اعمل فيديوهات عن القوانين الجديدة بتاعت الجواز وبتاعت فيز العمل في انجلترا او في بريطانيا. والمشكلة اللي انا مش هعرف اعمل الفيديوهات دي لان القوانين دي كلها لسه ما تنفذتش، بس ان شاء الله لما تتنفذ او لما تتطبق لازم اعمل فيديو عنها. وبرضه في ناس كتيرة بتطلب مني ان انا اعمل فيديوهات عن حاجات معينة، بس المشكلة ان هو في فيديوهات كتيرة انا عايز اعملها، يعني ناس برضه طلبوها مني. كمان الشغل اللي انا فيه مضيع يومي كله، فالصراحة مش بيبقى عندي الوقت الكافي اللي انا اعمل الفيديوهات دي كلها.
فان شاء الله الفيديوهات الجايه هتبقى معظمها مهمه، والواحد برضه هيحاول اللي هو يعمل فلوجز بجانب الفيديوهات المهمه اللي هي بخصوص السفر والحاجات دي كلها. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وسيب لايك وادخل تبان على الانستجرام، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.